ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد وبمناسبة الأعياد. معنا على الهاتف دكتورة سمر فتحي صديق، استشاري التغذية العلاجية. دكتور سمر، أهلا بحضرتك. اهلا بقى، صباح الفل. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. وانتم طيبين، مبسوطه ان انا معاكم تاني يوم العيد ان شاء الله. أهلا يبقى وسهلا يا خفيف دكتور. وهادي كده مهم معاكم. بقى، مهم نستفيد من حضرتك النهاردة ونتكلم عن العادات الغذائية السيئة التي قد تصاحب احتفالات عيد الفطر، ونناقش طبعا مع حضرتك التأثيرات الصحية لهذه العادات والنصائح اللي ممكن نتعامل معها. ايه هي تمام. أفضل النصائح اللي حافظ على توازن غذائي صحي خلال عيد الفطر؟ طبعا انا مشكلتي في الاعياد المصريه في العموم انها مرتبطه بالاغذيه، أها. وطبعا عاداتنا بتبقى فيها حاجات كتير مش مظبوطه وعايزين نظبطها شويه. طبعا انا مش هاجي اقول ممنوع لان محدش هيسمع الكلام، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبطها عشان يبقى اقل الخسائر الممكنه. مهم. تمام. بالنسبه لي في العيد الفطر المبارك الحاجات المرتبطه معانا: الكحك طبعا، البيتي فور، الرنجه، الفسيخ، الاكل الجانك فود. بنخرج بقى والخروجات بتاعتنا كلها الاكل بره في المطاعم. طبعا احنا الحاجات دي عايزين نظبطها في الكميات. تمام. تمام. بالنسبه لي الكحك والبيتي فور انسب ميعاد لاكل الكحك والبيتي فور عشان اقلل من الخسائر بتاعته هيبقى بعد وجبه رئيسيه، يعني بعد وجبه فطار او بعد وجبه غدا. بعد مع وجبة طبعا رئيسية. مع طبعا تقنين الكميات، يعني انا مش هاخد طبق كبير فيه 500 واحده لا، انا بالكثير من 3 ل 4 في اليوم، هو دول هاخدهم المعيار بتاعي خلال اليوم. مهم. تمام. بالنسبه للرنجه والفسيخ، طبعا في ناس مرتبطه جدا وعشقها الرنجه والفسيخ، مش قادره اقول لهم ممنوع. طبعا مع مخاطرهم الكتير، وفي ناس مرضى ممنوعين اصلا من الاكلات دي. مهم. بس انا بتكلم عن الشخص الطبيعي اللي صحته معقوله، هنتجنب المشاكل بتاعتهم ازاي؟ انا بالنسبه لي محتاجه شرب ميه على الاقل من 2 ل 3 لتر في اليوم عشان اقلل تركيز الاملاح اللي هتتراكم معايا في الجسم. هزود من السلطه الخضراء الورقيات الخضراء الخاص وجرجير وبقدونس. ههتم جدا بالبصل الاخضر، من العادات الكويسه جدا معايا مع الرنجه والفسيخ على فكره، مهم. لان هو بيشتغل معايا كمطهر معوي للمعده، فبيحافظ معايا، بيعمل توازن شويه. تمام. السموم بتبقى موجوده، احتماليتها انها تبقى موجوده في الوجبات دي. محتاجه كمان ههتم بالحركه والمشي والرياضه. مش هقول بقى هنبذل مجهود فظيع بقى وجيم ورياضه، لا، على الاقل حتى من ربع ساعه لنص ساعه في اليوم مشي. مهم. ده بالنسبه لي هيوصل لي الدنيا تاني ويظبط لي الهرمونات والانزيمات بتاعت الجسم تاني. محتاجه كمان الوجبات بتاعتي بعد صوم فترات طويله اظبطها بكميات معتدله. يعني انا مش لازم اكل 3 وجبات كبيره اول ما ابدا اول يوم العيد وتاني يوم، لا مش لازم كده خالص. انا ممكن اعملها وجبات صغيره، 6 وجبات صغيره اوزعهم خلال اليوم. انا كده بمهد 6 المعده وجبات للوجبات صغيرة. الطبيعيه العاديه، اليوم العادي بتاعنا تاني. مهم. تمام. تمام. محتاجين نتكلم كمان على ايه تاني؟ طب يا في دكتور، حاجه قبل ما نروح نقطة جديدة، حضرتك كنت قلتي لما جبنا سيرة الرنجة والفسيخ ان اهو. في اصحاب امراض ممنوعين منهم. ممكن نعرف ايه هي الامراض الممنوعة وتأثيرها ايه؟ طبعا ده اساسي مرضى الضغط دول، يعني المفروض ممنوعين تماما من الرنجه والفسيخ لكميه الاملاح الكبيره اللي بتبقى موجوده فيها، وهي بتعمل لي لخبطه مفاجاه في كميه السكر وكميه ورفع الضغط في الجسم. مهم. فدول بالنسبه لي لا، انا هحاول ابعد على قد ما اقدر عن الوجبات دي مهم. لمرضى الضغط ومرضى السكر. في حاجه ظريفه جدا ممكن ادخلها بقى، دي انسب ميعاد ليها بقى، هي فتره العيد وبعد اللخبطه بتاعه رمضان، هو مشروب الديتوكس. مشروب ده من الديتوكس. الحاجات الظريفه جدا اللي هتمهد لي الجهاز الهضمي تاني وتظبط كويس. لي الهضم وتضبط السموم اللي اتراكمت خلال الفتره الطويله اللي فاتت دي ولخبطه الاكل. اللي هو مكوناته ايه يا دكتور؟ مكوناته هو طبعا بيختلف مكوناته في وصفات كتير قوي لمشروب الديتوكس، بس احنا بنعمل حاجه ظريفه قوي وهاديه كده ومتوفره على طول معانا: شرايح خيار مع شرايح الليمون، شرايح كيوي، شرايح جنزبيل. مهم. في ناس بتحب تضيف عليه ورق النعناع لان ده برضه بيظبط لي الجهاز الهضمي. من دول المميزات بتاعت موجودين المشروب ده، في مية مش مغلية او بس حاجة، مية عادية. لا، ميه فتره عاديه جدا، احنا بننقعه مده الليل كله، وتاني يوم بنستعمله خلال اليوم. بنصفيه الاول ونشرب المية ما بتاعته. بنصفيهوش، لا 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 لا، ما بنسيبه بنصفيهوش. زي ما هو. بنسيبه زي ما هو. وعلى فكره في ناس كمان بتاكل الشرايح دي في الاخر. مهم. هم يشربوا المشروب بتاعنا ونستفيد بالالياف بتاعت الشرايح دي في الاخر بناكلها. طيب، تمام. كويس الفكره جدا. في المشروب ده من الحاجات الحلوه جدا بالنسبه لي ان هو بيطهر لي الجهاز الهضمي وبيبدا يشغله تاني من اول وجديد بعد ما ينظف السموم اللي اتركبت مهم. خلال الفتره اللي فاتت كلها. وفي مضادات اكسده عاليه، فده من الحاجات الحلوه جدا معايا. بيظبط لي وظائف الكلى والكبد تاني، بيظبط لي نسبه السكر في الدم. فده من الحاجات اللي مناسبه جدا ان أنا ابدا فيها الفتره دي. طيب، كويس قوي. في بقى يا دكتور أطعمة بديلة صحية
يمكن ندخلها في وجبات العيد بدل من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر؟ هو انا بالنسبه لي النظام الصحي المتوازن الطبيعي، اكلنا الطبيعي هو مهم. ده المفروض اليوم بتاعنا يبدا بيه بالطريقه دي. يعني انا الفطار بتاعي مش مفترض يبقى كحك وبتفور وبسكوت، المفروض الفطار بتاعنا يبقى الوجبه العاديه بتاعتنا، الجبن، الفول، البيض، العيش البلدي، دي الوجبه الطبيعيه بتاعتنا. مهم. ده بالنسبه للغدا بتاعي هيبقى اوكي، البروتين والخضار والسلطه والنشويات، طبعا مع اختلاف الكميات، مع اختلاف ظروف كل حاله. مع تمام؟ اختلاف الكميات. اها. اه طبعا. الحلويات احنا اتفقنا ان الفاكهه والسلطه والفاكهه بتاعتي هي انسب بدائل للحلويات، لان السكر بتاع الفاكهه اهدى كتير قوي من سكر الحلويات. مهم. طب فده انا ممكن استعيد الحلويات بالفواكه الطبيعيه بتاعتي، يبقى افضل بالنسبه لي كتير. طب في حالات آه، صحية خاصة يا دكتور، يعني عشان يحافظوا عليهم، ممكن نقول استهلاك الفسيخ، الرنجة، الكحك، البسكوت، الحلويات دي، مهم. الكميات ممكن تبقى قد ايه حتى لكل الناس او للحالات الصحية الخاصة؟ انا بالنسبه لي في الكحك والبيتفور انا ليا المعيار بتاعي المعتدل، هي 3 قطع في اليوم. سواء بقى كحك او بيتفور او بسكوت ايا كان بقى ثلاث قطع القطعه من ايه. كل نوع صح؟ ولا كله على بعضه 3 قطع الاجمالي. الإجمالي 3 قطع. طيب يا دكتور. 3 قطع الاجمالي، يعني تبقى صغير كده في 3 قطع، تاخده بعد الوجبه بتاعتي، سواء كويس. بعد وجبه الفطار او بعد وجبه الغداء، مهم. في خلال ساعه من الوجبه. مش هقول بقى هريح وبعد كده اقوم اكل لي بقى الحلويات بتاعتي، لا، هو افضل ميعاد ليها هو خلال ساعه من الوجبه الرئيسيه. مهم. تمام. تمام. الرنجه والفسيخ والاسماك المملحه، هو انا بالنسبه لي هاخد قطعه، او يعني مش هقول قطعه، يعني واحده من الرنجه او من الفسيخ ايا كان، مع كميه العيش. مش هاخد بقى شنطه العيش بتاعتي هخلصها جنبي، لا، هو بالكتير رغيفين بلدي اقصى حاجه. هكتر بقى من السلطه الخضراء، ده اللي هيوازن الدنيا معايا شويه، مهم. وهزود من شرب الميه. يبقى انا كده عدلت الدنيا شويه وخدت الحاجه اللي نفسي فيها، بس بطريقه منطقيه ومعقوله. كويس جدا. كويس. دكتور سمر، استفدنا بوجود حضرتك معانا يا فندم. شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. شكرا جدا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا ميرسي أوي. ناصر. شكرا جزيلا. استشاري تغذية العلاجية دكتور سمر فتحي صديق قالت لنا اهم العادات الغذائيه السليمه اللي نعدي بيها فتره العيد علشان يبقى جسمنا متوازن وصحي، وفي نفس الوقت كمان ما يحصلش اي دروب او اي مشكله تحصل بعد الخروج من رمضان، وان في ناس كتيره جدا بيبقى عندها عادات غذائيه خاطئه اول وتاني وتالت ايام عيد الفطر. خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم يوم جديد.